وشوية ملح وحبة كزبرة وحبة ملوخية ناشفة وشوية كمون وبالمرة كمان. اهدى كله اهدى كله، بسم الله ما شاء الله. وقدرت امك تحفظك الموال ده ازاي؟ لا، ما هو انا ماما بتمليني واقوم انا اكتب اللي عايزاه من كل شقة. يعني مثلا هناخد من خالتي ام سعدية شوية سكر وباكو شاي وشوية رز وعليهم الشعرية وبصلتين وفصين توم وشوية خل وبس. يا اختي النبي حرصك يا شربات، لو كنت بتحفظي دروسك بالشكل ده كنت طلعتي الاولى في المدرسة. لا، ما انا شاطرة برضو في المدرسة. وطبعا قلت لام سعدية امي بتسلم عليكي وبتقولك وترصي الكلام وانت كده واقفة مؤدبة. اه طبعا، ما هو الادب فضلوه عن العلم. طب يا اختي مادام انت فالحة كده ما تقولي لامك ولابوكي بدل ما تطلبوا الطلبات دي كلها من الجيران، روحي انزلي اشتري من السوق على طول. لا، ما هو بابا بيقول النبي وصى على 7 جار والجار للجار. طب يا اختي ما اذا كان ابوكي عارف ان النبي عليه افضل الصلاة والسلام وصى على 7 جار، طب ما يرحم الجار الاولاني والتاني والتالت من الطلبات اللي نازلة ترف علينا كل يوم. بابا بيقول انه بيطلب منكم مخصوص علشان ربنا يديكوا ثواب ويدخلكوا الجنة. طب قولي لابوكي ولامك النبي وصى على 7 جار، واحنا النهارده باذن الله هنيجي نزوركم ونطمن عليه. طب مش هتديني الطلبات اللي طلبتها؟ بكره ان شاء الله. مع السلامه والقلب دعيلك. يا ساتر، جيران اخر زمن. اما صحيح جيرانهم جيران ما يعرفوش قيمه الجار، دول يحمدوا ربنا الا انا ساكن في البيت ده معاهم. انا مقامي اكبر من كده. مقامك ايه يا اخويا؟ يا اخويا كفايه هم بقى وفوق لنفسك. مين؟ البت يا كبدي وشها بقى اسود من كتر الكسوف. هي مش الجيران لبعضيها ولا ايه يا ام شربات؟ خلاص انتهت المساله. مفيش ملومه، مفيش شهامه، مفيش جدعنه. يا خساره يا اولاد، يا خساره والف خساره. ده كان على ايام جدي الله يرحمه الحاج خليل الطواحيني يوه، يبشبش الطوبه اللي تحت دماغه والعمر نسي. عمرنا يا مشربات ما كان عنده في البيت ابدا، عمرنا. اول ما نهل عليه ياخدنا على طول على ايها بيت في البلد ونقعد فيه ضيوف معززين مكرمين اكلين شاربين نايمين يا عيني. ولا ابويا الله يرحمه يبشبش الطوبه. الله يرحمه ويحسن اليه. كفايه بقى، كفايه، حرام عليك. بقول لك ايه يا اخويا، احنا بقى في النهارده دلوقتي يعني هناكل ايه انا وانت وشربات واولادك الثلاثه اللي جوه اللي ياكلوا الزلط؟ بقول لك ايه يا مشربات؟ قول يا اخويا. بقول لك ايه، ما تيجي نعمل زي ما كان بيعمل جدي الله يرحمه وابويا الله يرحمه، نروح كده بربطه المعلم عند اختك عدلات، وهو النهارده الخميس وطبعا انا متاكد ان عندهم ظفر. بقول لك ايه هنا، نعم. اعمل معروف يا اخويا وسيب اختي في حالها. هو انت بتفوت اسبوع الا وتكون عندها؟ اهو برضه نطل عليها واجب يا ام شربات. صله الرحم الدين بيقول كده ولا ايه؟ طب اذا كان على كده بقى يا اخويا وانت تعرف الدين كويس، ما تبعت حد من ولادك ويجيب اختي بعيالها هنا. بس ايه؟ اعوذ بالله. احنا لما نروح نروح يا ساذجه اللي مش فاهمه حاجه. احنا لما نروح احنا اللي هنكسب ثواب، مش هم يجوا عندنا. الدين بيقول كده يا بني ادم. ايوه يا حبيبي، ايوه يا اخويا، فسر الدين على مزاجك انت وهواك. طيب فضيها سيره بقى، فضيها سيره. قومي كده بحدقتك شوف لنا حاجه ناكلها احسن عصافير بطني بتصوصو. ومن سمعك يا سي خليل، عصافير بطني وبطن شربات بتصوصو وغربان بطن ولادك اللي ياكلوا الزلط ثلاثي اضواء الطبليه دول. استغفر الله العظيم يا رب. الامر لله. بقول لك ايه، هقوم افتح الدولاب اطلع بيضه وشويه دقيق وتعمل لنا عجه